يا أهلا يا أهلا أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الوعي الآخر. والنهاردة هتكلم على فكرة. لو فضلت بقيت حياتي هي دي الفكرة الوحيدة اللي أنا عايزة أوصلها لكل الناس، مش هزهق إن أنا أقولها وهفضل أقول وأعيد وأزيد في نفس الفكرة اللي هي there is no one size fits all. مفيش حاجة واحدة تنفع الناس كلها خالص خالص، ولا نصيحة ولا طريقة أكل ولا رياضة معينة ولا معتقد معين. مفيش حاجة بتمشي على كل الناس. لأن ليه بقى؟ ليه؟ يعني أنا هحكي لكم الحكايات من وأنا مثلا بعمل الكورس بتاع التربية الجنسية، مش بس جنس. بتيجي أمهات بعد ما بتحضر الكورس تقولي أنا لقيت ابني بيعمل ماستربيشن. ماشي أوكي، اعمل ايه؟ ما هو مفيش اعمل ايه، يعني مفيش انه كتالوج انا هقولهولك انت هتعمليه فالدنيا هتظبط زي الفل وتبقي انت راضيه عن النتيجه. مفيش كده. ليه بقى؟ لان معتقداتنا مختلفه، افكارنا احنا مختلفه. انا الباك جراوند بتاعتي اللي هربي بيها اولادي غير الباك جراوند بتاعتك اللي انت بتربي بيها اولادك. يعني مثلا انا لو ابني بيعمل الماستربيشن، امتاع الذات، العاده السريه، ابني او بنتي يعني whatever اسمها ايه، انا اوكي جدا مع الموضوع، لان انا شايفه ان ده حاجه تطور طبيعي في مرحله اكتشافه لنفسه، تطور طبيعي في فكره التعرف على الجسد والاستمتاع بالجسد. بالنسبه لي ده تمام. حتى هبدا اتكلم في انه ايه مميزات ده وايه عيوبه، وممكن ادي تابس ازاي اصلا يعمل امتاع الذات، لانه دي مرجعيتي انا. فلما اجي اقول لواحده تانية غيري الكلام ده وهي عندها مرجعيه دينيه ستريكت وبتقول ان ده حرام، طب ما هو مش هيمشي عليها الكلام، يعني هي مش هتقتنع. ولو عملت اللي انا بقوله اكشولي يعني هتبقى جواها كونفليكت، هي عايشه في صراع. في واحده بره ما تعرفش حاجه عن نفسيه الست دي ولا افكارها ولا معتقداتها ولا مرجعيتها ولا اي حاجه، جت قالت لها نصيحه ومشيت وراحت هي واخداها وعامله بيها. طب ما هي مش تبقى راضيه، لان هي حاسه ان هي بتعمل حاجه اجانست الفاليوز بتاعتها، قيمها الاساسيه. فما ينفعش ان احنا واحنا ماشيين نرمي نصايح، يعني ما انت مش عارف قصه البني ادم ده ايه. طيب مثال تاني يعني بعيدا عن القصه دي، اللي هي اللقطه بتاعت واحده صاحبتي عرفت واحد فجايه تحكي، وعملنا بقى عارفين الاجتماع المصغر بتاع البنات ده، يلا عشان ناخد قرار في شأن الولد اللي محدش فينا عارفه، محدش فينا حس حاجه ناحيته، محدش فينا عارف اصلا هو بيفكر ازاي ولا تعرف عليه ولا مشاعر البنت دي نفسها ايه. وكلنا قعدنا ندلو بدلونا، لا ده هو اصله كذا، اصله مانيبيوليتيف، اصله نارسست، اصله شكله مش داخل جد، وقعدنا نهري واحنا اصلا ما نعرفش طب هي حست بايه، ايه اللي جذبها ليه من الاساس اصلا، طب هي عايزه ايه من ورا العلاقه دي. يعني دي اسئله بتتسال، بس ما ينفعش اول ما اجي اسمع القصه اقول لها لا مثلا تحكي البنت احنا خرجنا النهارده وتاني يوم ما اتصلش بيا، لا يبقى بيلعب بيكي، يبقى غرضه مش شريف، يبقى نيته مش سالكه. طب في ايه؟ مش الاول نسال البنت طب انت حاسه بايه؟ انت عايزاه يتصل بيكي ليه؟ انت اساسا حاطاه في انهي زون؟ انت ايه اللي احساسك ناحيته؟ يعني على فكره وارد جدا يكون كل القصه ان هي شي فيلت ريجكتد، حست ان هي اترفضت، هي ولا عايزاه ولا فارق معاها. لما نحط لها بقى الفريم ده اللي هو اكيد بيتلاعب بيكي، طب ما هي اصلا احنا بنفصلها عن مشاعرها. فما فيش حاجه اسمها يلا اديني نصيحه. اديك نصيحه بتاعت ايه؟ لو انا شخصيا هدي حد نصيحه هقول له بص بره وريفلكت انسايد، بص جواك، يعني شوف اللي بيحصل بره وريفلكت. هعلمه تولز يحس بيها مشاعره، يلاحظ بيها افكاره. يعني برضو انا عارفه ان الموضوع ده صعب، لانه برضو شغلي ككوتش بيوريني كتير الكلاينتس اللي هم بتيجي سيشن وتمشي لان هي ما خدتش اللي هي عايزاه. هي عايزاني اقول لها ورقه وقلم واكتبي ورايا لما بيحصل الموقف الفلاني بنرد نقول الكلمه الفلانيه، لما بتتعرضي لكذا بنعمل كذا. ما فيش كتالوج، انا مش انتي، يعني من الاخر ما انا مش انتي عشان اجي اقول لك تتصرفي ازاي وامتى وفين. طب ما اجي اعيش حياتك بدالك، ولا ايه رايك يعني؟ فمعظم بقى مش معظم، يعني في شويه كلاينتس كده اول ما بيجوا ما بيلاقوش بقى اللي هو عارفين الكاند الميت او اللي اسمها ايه بروسس، المعلبات. ايوه هي دي المعلبات، هي عايزه حاجه جاهزه يعني ريدي تو ايت، هي مش عايزه تعمل مجهود تشوف طب ريفلكت انسايد انا عايزه ده ولا مش عايزاه، يعني ده اخباره ايه معايا. نفس القصه الناس اللي بتحكم من بره، يعني وانا قاعده بره كده، يعني الصبح كان عندي شخص عزيز عليا بعت لي حاجه على ساوند هيلينج والناس اللي هي بتعمل ساوند هيلينج بقى بالجونج والحاجات دي.
وكان بيتكلم ان ده بيحطوا اصنام والحركات دي. طب يا جماعه انا شفت ده من بره وعمري ما جربته. يعني ارجع ريفلكت انسايد. طب ما اشوف بقى انا نفسي قناعاتي ايه عن الحاجه اللي انا ما جربتهاش، اللي انا سمعت عنها. انا ليه مستاء قوي كده منها اساسا؟ في حين انه ممكن حد بقى اون ذا اذر سايد على الناحيه الثانيه يقول لك يا عم انت بتروح اصلا تلف حوالين الكعبه، والكعبه دي يعني جماد، ما انت بتروح تلف حواليها 7 طوف، يعني بتطوف حواليها 7 مرات وبتعمل ال7 اشواط. ما حدش عارف الباك جراوند بتاعت الناس. انت عشان مديها معتقد ديني راسخ جواك، فانت هي غير قابله للتاويل بالنسبه لك. نفس القصه الناس في الناحيه حتى اللي بيعبدوا البقر، انا ماليش دعوه يعني، عشان بس المتحزلقين اللي يقولك ضد الدين وضد الاسلام والهري ده، يعني بلاش فلسفه فارغه انه انا مش ضد حاجه. انا الفكره ان انت بتبص بره وتحكم على غيرك انه ما عندوش فكر، ما عندوش دماغ. طب ما غيرك لو بص عليك بتلف حوالين حجر كعبه مبنيه بدون بقى ما تحط عليها القدسيه الدينيه، ما هيقولك نفس الكلام حضرتك، هيقولك ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما ايه ده؟ ايه اللي يخليك تقعد تلف حوالين كعبه؟ فاهمين؟ فالنقطه كلها انه بلاش نقعد نقيم الناس، لانه ده الاسهل ان انا اطلع اقول لك تدور حياتك ازاي. دي اسهل بكتير. اعمل 1 2 3 عشان تبقى بني ادم الصح. المفاجاه الخطيره الفظيعه انه مفيش بني ادم صح. في بني ادم بيعيش حياته، في بني ادم بيعيش على تجارب الاخرين وقاعد يبص لغيره ويشوف ده عمل ايه وما ده ما عملش ايه، اللي هو مشاهد في الحياه، هو لم يختبر اي شيء. يعني لو سمحتوا يعني كل واحد فينا اللي انت حرك حاجه جواك استفزك، حرك حاجه في فكرك، حرك حاجه في مشاعرك، اقف كده لحظات مع نفسك وتعلم، تسمع جوه، ترفلكت انسايد، تشوف ايه اللي حاصل جواك. نفس القصه لما يعني بشوفها كتير برضو في موضوع التربيه، يعني واحده بتربي ولادها بطريقه معينه، وانا ممكن يكون الطريقه دي انا شخصيا معترضه عليها، بس انا ماليش دعوه، انا مش هي بجد. وهي ما طلبتش نصيحتي، يعني ما طلبتش رايي، ما قالتليش ايه رايك بقى انا بربي ولادي حلو ولا وحش، ما قالتليش والله انا محتاسه في الحته الفلانيه تفتكري ممكن اعمل ايه. ساعتها ممكن اعرض عليها مساعده بتاعت. يعني مؤخرا كان عندي صديقه بنتها داخله في مرحله بلوغ، فكانت قلقانه ومتوتره وحاجات كده، برضه ستيل عشان بدي الكورس بتاع التربيه الجنسيه، فبتقول لي اقول لها ايه، انا اجيبها لك تكلميها؟ قلت لها ما ده مش احسن اوبشن، لان هي هتعمل بوندنج بيني وبينها. فسالتها قلت لها انت حاسه بايه؟ قالت لي انا حاسه ان عمرها هيتسرق منها، وحاسه ان هي هتتعب قبل اوانها. اوكي، ده ريفليكشن انسايد، ده اللي انت حاساه، ده اللي مخليكي تتجنبي الموقف وعايز تهربي منه. طب تعالي نبص تاني على الموضوع، يعني ايه بيريد اصلا؟ يعني مرحله انتقاليه جسمها اتغير، بس هي منتاليتي وايموشنالي وكده لسه شيز جوينج ثرو ادلتهود، ان هي بتكبر، بس هي ما كبرتش. يعني بس يعني بننور للناس الافكار، بس مش بقول لها على فكره لا انت غلطانه وده ما ينفعش، ما هيش تسمع مني. وفي الاخر البني ادمين بيعيشوا في صراع من كتر ما احنا بنسمع الناس اللي بتقول لك الصح تعمل ما اعرفش ايه، المفروض تعمل ايه. وبرده على كافه المستويات انسانيا، انا لما انام بالليل انا اللي بشيل هم نفسي. يعني انا بحط راسي على المخده بالليل بفكر فيا، ما بفكرش في حد تاني. حتى لو فكرت في حد تاني بتبقى خاطفه وبفكر في مسؤوليتي ناحيته وفي مشاعري ناحيته، انا قصرت معاه، لا انا عملت الصح، انا عملت اللي اقدر كده. بس مش بقعد افكر بقى اشيل هم التاني، لان انا حاسه بمسؤوليه ناحيته، لان احنا بني ادمين انانيين بطبعنا. كلنا بنعمل حاجه عشان حاجه تعود علينا في الاخر. فبرضه نفس القصه في الدين، يقول لك انه كل اتيه يوم القيامه فرد، او كل واحد اسمها ايه، يعني بيتحاسب بنفسه، هو اللي هيلاقي يعني حسابه على اللي عمله هو. والمثل بيقول كل واحد متعلق من عرقوبه. فانت لما تسمع من بره الناس وترجع ما تبقاش عارف بقى اعمل اللي هم قالوا لي عليه ولا اعمل اللي انا مقتنع بيه، يبقى انت محتاج تقف تبص جوه نفسك، هو انت الريموت كنترول بتاعك مع مين؟ ما تدي الريموت لنفسك. والتاني اللي عمال يقول لك اعمل الصح واعمل ما اعرفش ايه وسوي ايه، انت عايز تتحكم فيا، لانه ده مش انا. يعني ياما كلنا لبسنا بجد، انا متاكده من القصه دي، ان كلنا خدنا براي الناس وعملنا اللي هم قالوه، وبعد كده لبسنا في الحيطه وما كناش مرتاحين. على الاقل لما بعمل اللي انا نفسي مقتنعه بيه، انا لو لبست انا لبست نفسي، خلاص شكرا، يعني عادي مش مهم، صح؟ بس فدي كانت حاجه من شويه مناقشات صباحيه حصلت على ناس كتير عماله تقول لي طب وانا اعمل ايه ورايك ايه، وانا ما عنديش راي. انا لما بسالك سؤال مش بعجزك، انا عايزك تبص جوه نفسك. ما انا اسهل لي اقول لك اعمل 1 2 3 وهاخد فلوس السيشن وامشي وخلاص، بس انا بخليك اعتمادي عليا. وفي الاخر
انا اللي هبقى بوظت حياتك؟ اكشولي لا، لان انت اللي مسؤول ان انت تعمل اللي انا بقول عليه او ما تعملوش. برضه في الاخر دي مسؤوليتك الشخصيه. فكل واحد يلم نفسه كده ويعرف حدوده ايه، ويبقى وهو بياخد قرار او بيعمل حاجه يبقى متاكد ان ده دوره هو ناحيه نفسه، هو اللي مقرر، هو اللي مختار، هو مش مفعول به. محدش فينا مفعول به في حياته. حتى الناس اللي بتقعد تتشدق بكلمه اصل ما عنديش حل تاني، اصل انا مفروض عليا. لا، انت دايما في حل تاني، في another option، بس انت مش مختار تروح له. بس فده كان الوعي الاخر الصباحي. فوتكم بالعافيه. تنسوش تعملوا لايك وشير يا جماعه. مش لازم اقول لكم يعني ده انرجي اكستشينج. انا قلت لكم كلمتين، انتوا تدوني واحد لايك وخلاص على كده. باي باي.